بصورة البطاقة بس هتقدر تاخد شقة في سكن مصر ودار مصر وجنة. هو ده العنوان اللي شغال على السوشيال ميديا كلها بمختلف قنواتها. الناس كلها بتتكلم ان صورة البطاقة هتقدر تاخد سكن مصر ودار مصر وجنة، وانا بقول لك يا صديقي اوعى تنجرف ورا الكلام ده، علشان الموضوع فعلا دسم ومحتاج تفهمه صح. صورة البطاقة محدش يقدر يتكلم عنها، بتنفع لأي حاجة، ومفيش أي حاجة في الدولة بتقدم إلا لازم صورة البطاقة أول حاجة. بس ما بعد صورة البطاقة مطلوب ايه، وايه الحاجات اللي انت هتعدي عليها، وايه هو الاجراء الاساسي اللي مفيش غنى عنه ولازم تعمله في الطرح الجديد بنظام القسط 3 سنين او 5 سنين و7 سنين علشان تقدر تتعاقد وتكمل اجراءاتك على الشقة صح. وهو ده موضوع حلقة النهاردة يا صديقي، هكلمك في الحاجات اللي ما ذكرهاش اي حد علشان تفهم الموضوع صح. اتمنى تعمل لايك وشير وتشوفني على الفيسبوك، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو انت على اليوتيوب. هاني الخميسي، كلام في المفيد. السلام عليكم اصدقائي واحبابي متابعي كلام في المفيد، اهلا ومرحبا بكم. وحلقتنا النهارده معلش اتاخرنا عليكم الايام اللي فاتت شويه علشان كنا مضغوطين شويه في شويه شغل، ولكن باذن الله مكمل معاكم سلسله حلقات سكن مصر ودار مصر وجنه والاسكان المميز ذو طابع ساحلي، وكمان مشروع القطاميه جاردنز. ان شاء الله الحلقات الجايه هتكون مفيده جدا بالنسبه لكم، فانصحكم تتابعوني فيها بشده. بص بقى يا صديقي، علشان تقدر تاخد شقه في سكن مصر ودار مصر وجنه في الطرح اللي جاي ده، انت قدامك خيار من اتنين: يا اما هتاخده بنظام الثلاث سنين او 5 سنين او 7 سنين لو تأكد نزول النظام ده بعدد السنوات المختلفة للسداد، والنظام الثاني اللي هو نظام التمويل العقاري، وبرضه لو تأكد نزول التمويل العقاري في الطرح ده، لأن الكلام المتداول وبشدة إن هيكون بنظام القسط على 3 سنين و5 سنين و7 سنين. ولكن أنا ما زلت بقول إن مفيش ما يمنع قانونا إن الشقة دي تدخل تمويل عقاري، علشان مبادرة التمويل العقاري لسه شغالة وقائمة، ولكن بيحصل عليها تعديلات، وكمان الشقق جاهزة ومتشطبة ومترخصة، وكمان الدولة لسه منزلة شقق تطوير عواصم المحافظات جمعت فيها بين النظامين، نظام الثلاث والخمس والسبع سنين، وكمان النظام التمويل العقاري. فضلا بقى ان ناس كتيره جدا عايزه تاخد بنظام التمويل العقاري، وناس كتيره جدا عايزه تاخد بنظام الثلاث والخمس والسبع سنين. فالنظام ده مطلوب وليه ناس مهتمه بيه، والنظام ده برضه مطلوب وليه ناس مهتمه بيه. واللي انا عايز اوصله لك يا صديقي في حلقه النهارده ان صوره البطاقه تنفع للنظامين باذن الله، ولكن النظام ده له شروطه والنظام ده له شروطه. نظام التمويل العقاري احنا عرفنا ان لازم يكون مرتبك اعزب ما يعديش 13,000 جنيه، ومتزوج ما يعديش 18,000 جنيه، ده لو نزل ان شاء الله النظام ده في الشقق دي. والكلام ده طبعا عشان تقدر تاخد الشقه بنظام ال 3% متناقصه، وتبقى الشقه رخيصه عليك وبسيطه، سعرها ما يرتفعش. ولكن لو مرتبك عدى 13,000 جنيه اعزب او 18,000 جنيه متزوج، فانت كده لو نزل النظام ده هتاخدها بنظام ال 8% متناقصه، وبرده كده هتكون مدعومه، ولكن الشقه هيكون سعرها اعلى مقارنه بال 3% متناقصه. وفي نقطه كمان في التمويل العقاري، لو الشقه عدى سعرها 1,700,000 جنيه فكده هتاخدها بال 8% متناقصه، حتى لو مرتبك اقل من 13,000 اعزب، ولو اقل من 18,000 متزوج. ما دام الشقه نفسها سعرها عدى 1,700,000 جنيه كده هتدخل في ال 8% متناقصه. اما النظام الثاني بقى اللي هو الثلاث سنين او 5 سنين او ال7 سنين، لو تاكد نزول عدد السنوات المختلفه فيه، فخلي بالك ان موضوع صوره البطاقه ده هو حاجه او نقطه في المشوار كله، واهم حاجه في المشوار ده ان يكون عندك القدره الماليه على السداد، لان الموضوع هيكون فعلا كبير على ناس كتيره جدا جدا فاكره ان الموضوع بسيط، وممكن تدخل بعفويه في الموضوع وتفتكر ان الموضوع هيبقى سلس، وفي الاخر تلاقي نفسها مش قادره ماديا على الموضوع، وتضطر بقى تتنازل عن الشقه وتخسر 1.5 مصروفات اداريه. فعلشان تاخد يا صديقي شقه بنظام الثلاث سنين او 5 سنين او 7 سنين، اي نعم هتقدم عليها طلب على موقع بنك التعمير والاسكان بصوره البطاقه ليك وللزوجه لو انت متزوج. طب بعد كده هتعمل ايه؟ هتدفع جديه الحجز، واللي هتكون 60,000 في الاسكان ذو طابع ساحلي، و70,000 في سكن مصر، و80,000 في دار مصر، و100,000 في جنة أو القطامية جاردنز. طيب بعد ما هتدفع جدية الحجز هتعمل إيه؟ هيفتح لك موقع بنك التعمير والإسكان عشان تحجز حجز إلكتروني بأسبقية الحجز، اللي هو يوم معين هتدخل فيه، وكل الناس اللي مقدمة ودفعت جدية الحجز هيفتح معاها السيستم علشان تدخل تختار الشقة اللي هي عايزاها. وبذكرك إن حجز الشقة بالأسبقية محتاج ترتيبات كويسة جدا، وتكون فاهم الموضوع
يمشي ازاي علشان ما تخسرش فرصتك او تفقدها في الحصول على شقه، لان الموضوع مش هيمشي بطريقه عاديه، ده انت لازم تكون مرتب له ومخطط له صح. وتابع معايا الحلقات الجايه علشان ان شاء الله هديك نصائح مهمه جدا جدا في الحجز الالكتروني باسبقيه الحجز على موقع بنك التعمير والاسكان. طيب بقى بعد ما تخلص الشقه وربنا يكرمك ويكتب لك الفوز بشقه على موقع بنك التعمير والاسكان، هيكون معاك مده شهر على الاقل، وممكن تزيد شهرين او 3 حسب ما تنزل كراسه الشروط ان شاء الله وهنشرح الكلام ده، تسدد فيها نسبه الاستكمال بتاعه شقق سكن مصر ودار مصر وجنه او القطاميه جاردنز او الاسكانز وطابع ساحلي. وطبعا النسبه دي غالبا هتتراوح ما بين 20% لحد 30% وممكن توصل ل 40% حسب برضو ما كراسه الشروط هتتكلم، وهنشرحها لك باستفاضه لما تنزل رسميا يوم 15/1/2023. طيب بقى بعد ما دفعنا جديه الحجز وحجزنا وحده على الموقع الالكتروني وكمان دفعنا نسبه الاستكمال، عايزين نتعاقد على الشقه. هل هتروح تتعاقد كده بكل سهوله؟ لا يا صديقي، ده هنا بقى الموضوع اللي انا عايز اكلمك فيه ولب الحلقه اللي انا بشرحها لك دي، موضوع الشيكات البنكيه. وخلي بالك وانتبه وحط 50 خط تحت موضوع الشيكات البنكيه. انت محتاج تعمل دفتر شيكات لصالح جهاز المدينه اللي انت هتاخد فيها الشقه باذن الله بقيمه الاقساط اللي انت هتتعاقد عليها، اللي هي 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين، عدد الدفعات اللي انت هتاخدها. مثلا لو هتاخد على 7 سنين فانت كده يبقى عندك 28 قسط ب 28 دفعه، لان السنه هيكون فيها 4 دفعات، كل 3 شهور دفعه، يبقى 4 دفعات في السنه، في 7 سنين ب 28 دفعه. ال 28 دفعه دول المفروض انك هتعمل بيهم 28 شيك بنكي. وعلشان تعمل الشيكات البنكيه لازم تستخرج دفتر شيكات من البنك اللي انت فاتح فيه حساب. وعلشان البنك يديك بقى دفتر شيكات لازم يكون عندك حساب جاري في احد البنوك المصريه، يعني تدخل البنك ان شاء الله وتفتح حساب جاري. طب اي حد هيفتح حساب جاري يقدر ياخد دفتر شيكات؟ لا يا صديقي، ده البنوك بتشترط حاجات معينه علشان تقدر تاخد دفتر الشيكات ده. يعني على الاقل الحساب الجاري ده لازم يكون عدى عليه 3 شهور في البنك تكون فاتحه علشان تستخرج دفتر شيكات، او على الاقل تعمل وديعه ب 10000 جنيه في بنك القاهره مثلا ويكون عدى عليها شهر عشان تقدر تستخرج دفتر شيكات. وطبعا الحساب الجاري ده بيتفتح برسوم في البنوك، يعني مثلا البنك الاهلي لازم تدفع 500 جنيه غير مصروفات الحساب الجاري، وبنك القاهره لازم تدفع حوالي 1000 جنيه غير مصروفات الحساب الجاري. بس الفلوس دي ايداع في الحساب، يعني هي كده كده بتكون بتاعتك، بس لازم تدفعها علشان تقدر تعمل حساب جاري، وبعد كده تعدي المده اللي هي 3 شهور وبعد كده تستخرج دفتر الشيكات. وخلي بالك ان بعض البنوك مش هتديك دفتر شيكات بعدد الاقساط اللي انت عايزها، لان في بنوك تقول لك انا هبدا معاك بالدفتر اللي هو 12 ورقه، وفي بنك يقول لك انا هديك الدفتر ال 25، وفي بنك تقدر تاخد منه الدفتر اللي هو 50 ورقه. فبالتالي مثلا لو انت عملت 28 دفعه مع بنك التعمير والاسكان اللي هي الاقساط المتبقيه بتاعه الشقه، فانت مثلا هتحتاج دفتر شيكات فيه حوالي 30 ورقه، والدفتر نفسه بيكون له رسوم في حدود مثلا من 200 جنيه لحد 300 جنيه. واللي انا عايز اوصله لك يا صديقي في حلقه النهارده انك لو ناوي ان شاء الله تاخد بنظام ال3 سنين او 5 سنين او 7 سنين، تبدا بقى في اجراءات انك تستخرج دفتر شيكات بنكيه من دلوقتي. افتح حساب جاري في احد البنوك وشوف ايسرهم واسال في اكتر من بنك وشوف البنوك الخاصه علشان تقدر تستخرج ان شاء الله دفتر شيكات بسهوله، لانك مش هتقدر تكمل اجراءات التعاقد على شقه سكن مصر او دار مصر او جنه مع بنك التعمير والاسكان الا بدفتر الشيكات اللي هي بالدفعات المتبقيه عليك بنظام الاجل. وخلي بالك بقى ان دفتر الشيكات او الشيكات البنكيه موضوع خطير جدا جدا جدا. الناس كلها في قبل كده تقول لك ليه التعاقدات في التمويل العقاري وليه ما الشقه عندهم وهم كده كده يمتلكوا الشقه ويقدروا يسحبوها والشقه تضمن القرض اللي هم مدينهولي. طب هو عمل لك النظام الثاني اللي هو نظام الشيك البنكي. خلي بالك ان الشيك البنكي هو حاجه سهله وبتسهلك الامور، بس لو لا قدر الله انت داخل وما عندكش القدره الماليه انك تسدد الاقساط او الدفعات في مواعيدها، فبقول لك بلاش تدخل في الموضوع ده، لان الموضوع ممكن يسبب لك مشكله كبيره لا قدر الله، والمشكله هنا هتكون مشكله جنائيه، لان هنا هتدخل لا قدر الله في حاجه اسمها جنحه شيك بدون رصيد. والكلام ده يحصل امتى؟ لو جه ميعاد استحقاق الشيك وطلع ان الرصيد بتاعك في البنك ما فيهوش فلوس تغطي ثمن القسط او الدفعه المطلوبه منك، فساعتها ممكن تدخل لا قدر الله في قضيه جنائيه، والحكم بتاعها لا قدر الله ممكن يوصل للحبس من 6 شهور ل3 سنين. فخلي بالك ان الموضوع محتاج منك تفكر وتخطط صح وتحسب امورك الماديه صح وتقدر كل حاجه انت داخل عليها علشان تكمل مشوارك صح. انا فعلا حسيت في ناس كتيره جدا ماشيه بعفويه وفرحانه بفكره صوره البطاقه بس، ولكن لازم تعرف ما بعد صوره البطاقه مطلوب منك ايه عشان تقدر تكمل اجراءاتك. ولو ما عرفتش تعمل حساب بنكي وتستخرج دفتر شيكات فانت كده مش هتقدر تتعاقد
على الشقه، وساعتها تضطر تنسحب وتخسر المصروفات الاداريه اللي هي المجلس امنا ومصروفات اداريه، وترجع برضو تقول ما كنتش اعرف وضحكوا عليا. وهو ده اللي انا بوضحه لك عشان تركز فيه كويس جدا يا صديقي. وبس كده يا جماعه، ده اللي انا كنت عايز اوصله لكم في حلقه النهارده، ولكن ان شاء الله في الحلقات الجايه هوضح لكم اكتر واكتر وتفاصيل اكتر، واحاول اجيب لكم كمان الايسر في البنوك في موضوع الشيكات البنكيه، عشان لو انت حابب تستخرج دفتر شيكات باذن الله وتفتح حساب جاري. وما تنساش تتابعني باستمرار، لان مكمل معاك كل ما هو مفيد في امور حياتك اليوميه. نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه. ما تنسوش بقى اللايك والشير، وتشوفوني على الفيسبوك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لو انتوا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.